تصدر اسم بطل كمال الأجسام العالمي ممدوح محمد حسن المعروف ببيج رامي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن قضت محكمة أسرة المنتزه في الإسكندرية بتطليق زوجته الثانية مي السنهوري بطلقة بائنة للخلع، وألزمت المحكمة الزوج بالمصاريف. القضية التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حملت رقم 7149 لسنة 2024، وجاءت بعد خلافات حادة بين الطرفين انتهت برفع الزوجة دعوى خلع أمام المحكمة. تعود بداية القصة إلى نوفمبر 2021، حين تزوج بيج رامي من مي السنهوري لتكون زوجته الثانية بعد زواجه الأول الذي بدأ في عام 2010 من ابنة خاله، وأثمر عن 3 بنات. زواج رامي ومي أثار جدلا حينها بسبب توقيته، إذ جاء مباشرة بعد تحقيق ثاني ألقابه في بطولة مستر أولمبيا، لكن العلاقة لم تدم طويلا، حيث ذكرت مي السنهوري في دعواها أمام المحكمة أن استمرار الحياة الزوجية بات مستحيلا بسبب الخلافات بينهما، وأكدت أنها لجأت إلى القضاء بعد رفض رامي للانفصال وديا. قضت محكمة أسرة المنتزه بتطليق مي السنهوري من زوجها بطلقة بائنة للخلع، وألزمت الزوج بالمصاريف المترتبة على الدعوى. الحكم جاء بناء على مستندات قدمتها المدعية تثبت استحالة استمرار الحياة الزوجية. وعقب صدور حكم المحكمة، نشرت مي السنهوري رسالة عبر خاصية الستوري على حسابها بموقع انستجرام، قالت فيها: للتوضيح، لم يتم أي طلاق بيني وبين رامي لرفض الانفصال وديا، وبناء عليه حصلت على حكم محكمة بالخلع ضد بيج رامي، والحمد لله على كل شيء. وأشارت مي إلى أن قرارها جاء بعد ضغوط نفسية ومشاكل متكررة جعلت استمرارية الزواج أمرا صعبا. ولد ممدوح محمد حسن المعروف باسم بيج رامي في عام 1985 بقرية السباعية التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ. بدأ حياته كصياد قبل أن ينتقل إلى الكويت، حيث بدأ رحلته في عالم كمال الأجسام. حصل على لقب مستر أولمبيا أقوى بطولات كمال الأجسام في العالم مرتين على التوالي في عام 2020 وعام 2021. تزوج لأول مرة في عام 2010 ولديه 3 بنات من زوجته الأولى. أثار الحكم تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر كلمة زوجة بيج رامي قوائم البحث وسط تساؤلات عن تفاصيل الخلافات التي أدت إلى رفع دعوى